سلام، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير بصحه جيده، ويلقاكم الفيديو بأتم الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لفيديو تاع اليوم، كل وحده راهي تعاني من تشقق القدمين ودارت كل شيء وجربت كل شيء وما فادهاش. نقول لك غادي ديري معايا هذه الوصفه، غادي تعطيك نتيجه من اول استعمال. شوفوا، ديروها اليوم، غدوه غادي تشوفوا رجليكم ما تامنوش عقلكم بيبي. وما هذه كي تداوموها ما تقدروش تستغنوا عليها. نجو هنايا للوصفه. اش غادي نحتاجو؟ وصفه فيها زوج تاع مكونات، ولا والمكون الثالث ولا تقدروا تستغنوا عليه. اش غادي نجيبو؟ شمعه. شكون هاد الدار اللي ما فيهاش الشمع؟ افضل نديرو هذا الشمع اللي تكون اللون تاعه ابيض، واللي توفر عندها الشمع الحر احسن واحسن، واللي ما عندهاش دير غير هذا الشمع عادي ويافي بالغرض كما يقولوا. كما راكم تشوفوا انا قسمت الحبه على زوج، وغادي نديرها في حمام ماء. ندير كاسرونه تغلي ونحطها فوقها حتى يذوب. سينو تحطوها ديريكت في الكاسرونه غادي تذوب معاكم بالخف، ما غاديش كاع تدي معاكم وقت. انا هنا بعد ما دابت قلعت منها هذوك الخيوط تاعها، وغادي نتحصلوا على سائل كيما راكم تشوفوا، شفاف بصح بالخف ينشف. نتوما وهو هكا حامي غادي تزيدوا عليه زيت زيتون الكميه اللي بغيتو. فهمتوا خواتاتي؟ الشمع ذوبناه، غادي نزيدوا عليه زيت زيتون ونزيدوا عليه فازلين. فازلين اختياريه، تقدروا تستغنوا عليها، تقدروا ديروا غير الشمع وزيت زيتون بزاف عليكم. انا كانت عندي فازلين، درت هاد الفازلين تاع الجزر. تانيك هي مليحه وتعاون وتخلي تاني كيما نقولوا الشمع ما ينشفش معانا. شتو الشمع بالخف يعاود يولي كيما كان. دونك زيت زيتون والفازلين يخلوه كريمي، كي ديروا في رجليكم تتمشى معاكم هاد الكريمه. غادي تحصلوا على كريمه بهذا الخليط. كما كنت تشوفوا انايا الشمع تاعي راه حامي، راني نحاول ندوب هذيك الفازلين فيه غايه. خليتها هكا شويه حتى تطلق روحها، ونعاود نولي نخلطها حتى كل شيء يدخل في بعضه. اللي عندها كريميد غاطونت ولا كريم هكا فيها ريحه شابه وما تبغيش ريحه زيت زيتون، ولا بغات تعطر هاد الكريمه، تنجمي تزيدي عادي. تنجموا تزيدي تاني حتى كريمه تاع الرجلين اللي راهي تنباع هكا وعندكم في الدار كنتوا تستعملوها وما فادتكمش وبغيتوا تستغنوا عليها، كيما نقولوا بلا ما تقيسوها، ديروها مع في هاد الخلطه نتاعكم. فازلين كيما قلت لكم تقدروا تستغنوا عليها. اكتفوا غير بزيت زيتون والشمع، بصح الشمع حاجه ضروريه. وتانيك ما تقدروش ديروه وحده لخاطرش ما غاديش كيدوب لكم يعاود يجمد. كما نقولوا ما غاديش تستفادوا منه. سما لازم لح زيت زيتون ولا فازلين. الا ما توفرش عندكم زيت زيتون تنجموا ديروا فازلين تانيك في بلاصته. انا كانوا متوفرين عندي في زوج، دونك درتهم في زوج. شا غادي ندير؟ غادي تجيب قابصه ولا بواط هكا ما تستحقوهاش، ولا وغادي نعمروا هاد الكريمه في بواط. نتوما تخيروا البواط اللي راكم باغيين تاع زاج. كيما انا كانت عندي هذه تاع فاسلين كان باقي فيها شويه، زدت عليها. غادي تشوفوا معاكم الكريمه غادي تجمد. انا هنا باش راني نصور وكاع، دونك شدرت لها دخلتها في الفريجيدير باش تجمد معايا بالخف، باش نعاود نوريكم. دوك تشوفوا معايا كي تجمد، وغادي نجربها لكم كيفاش تولي. شوفوا هنايا بعد ما جمدت هي تجمد بالخف، غير انا كي كنت مقلقعه في التصوير وكاع درتها في فريجيدير. غادي ندي كي من هكا كميه وغادي نحطها في يديا، وشوفوا الكريمه كيفاش تتمشى. دوك نوري لكم بيديا. شفتوا الطريقه كي من هكا؟ شوفوها تولي كريمه نورمال. دوك نجو لطريقه الاستعمال. شوفوا هنا بعد ما تغسلوا حاجاكم رجليكم وكاع، اش غادي نديروا؟ تنشفوهم وتابليكو هاد الكريمه وديروا معاها ساشي وتقاشير. غلفوا رجليكم بسيلوفان ولا ديروا ساشيات نورمال، ولا عندكم هذوك التقاشير تاع سيليكون تاني خير وخير، وديروهم وزيدوا معاهم التقاشير. الا درتو ساشي ولا درتو سيلوفان ديروا تقاشير. الا متوفرين عندكم هذوك التقاشير سيليكون، دونك سي با لابين تزيدوا التقاشير فوقهم. صاي خواتاتي، وخلوهم حتى 3 سوايع 4 سوايع باغ اكزومبل، تكوني زغليتي الظهر تاعك تابليكيها حتى للعصر. دونك ولا اللي قادره ديرها في الليل تاني كديرها في الليل. ومن بعد كي تغسلي رجليك نورمال عادي، تعاودي الوضوء تاعك نورمال. هي من الافضل ما تغسلوهاش بالصابون، تخلوها والغدوه تاني كتعاودوها وقولي لي رجلي كيفاش يولوا. مهما كانت درجه التشققات نتاعكم،
جربوها حتى الاخوات اللي كان عندهم الدم يسيل حاشاكم من رجليهم.